مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعين الأوفياء في هذا الخبر العاجل، في هذا الخبر المفرح الذي وردنا قبل قليل، ما زالت قضية الكوتش جمال بالماضي تراوح مكانها داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم. ورغم أن الفاف الجزائري كشفت في بيان رسمي نهاية الارتباط مع جمال بالماضي، إلا أنه ليس هناك أخبار رسمية تؤكد رحيل بالماضي عن الفريق الجزائري. وكشفت مصادر إعلامية قطرية اليوم بأن الناخب الوطني جمال بالماضي لم تصله لحد الساعة ورقة الإقالة من منصبه بشكل رسمي. وأضافت المصادر ذاتها بأن جمال بالماضي لم تصله سوى ورقة إعذار التخلف عن حضور الاجتماع المقرر بينه وبين رئيس الفاف وليد صادري، ولهذا لم يتحرك الكوتش جمال بالماضي بقراره حتى الآن، ينتظر فقط تعيين مدرب جديد للخضر من أجل التحرك عن طريق الإدلاء بتصريحات بخصوص مستقبله. وبهذا فإن الكوتش جمال بالماضي لا يزال مدربا للمنتخب الجزائري. ختاما، المرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.